أيها المشاهدون الكرام، يسر تراثيات الجزيري أن تقدم لكم هذا الإصدار. وحتى لا يفوتني حضور السيد الدكتور محمد بهجة الصن نائب الدائرة ومن معه من السادة الحضور، ولا نغفل ولا ننسى أهل الفضل وأهل السعادة وأهل العلم، فضيلة الشيخ عبد الجواد الجيلاني وآل الجيلاني جميعا، بارك الله فيهم وفي حضورهم. ولا ننسى أيضا المعمر الذي عمر مكانه ويساهم دائما في تعمير الأماكن، فضيلة الشيخ مساعد. فأهلا وسهلا بكم جميعا في هذه الساعة أو في هذه اللحظة الطيبة المباركة، نعيش مع العلم ومع العلماء مع فضيلة الشيخ محمد عبد الباقي، فليتفضل فضيلته مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك ربنا آمنا بك وتوكلنا عليك واستعنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسألك اللهم أن تصلي على سيدنا محمد الذي فجرت له ينابيع الحكم وأعطيته جوامع الكلم وأوحيت إليه أسرار الهداية. بنقول يا رب إن ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. يا من لطفت بخلقي قبل تكويني، لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. ثم أما بعد، ليلة طيبة ويوم طيب وشهر طيب ووجوه كريمة، بارك الله في فضيلة الشيخ اللي هو جمعنا في محبة حضرة النبي، محبة حضرة النبي. طيب ايه هي محبة حضرة النبي؟ وكيف تكون محبة حضرة النبي؟ قال لا يكتمل إيمان المرء، اسمع وصلي كده وتيقن تماما، لا يكتمل إيمان المرء حتى أكون إليه أحب من أي شيء في الوجود. يعني الإيمان بتاعنا لا يكتمل أبدا إلا إذا كان المصطفى أحب إلينا من أي شيء في الوجود. من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته في رسول الله. ليه؟ لأن النبي أحب إلينا من أي شيء في الوجود، أحب من المال والولد والنفس. صحابية جليلة لما نما إلى سمعها أن النبي سيخوض معركة
جندت أبنائها، جندت الابن والزوج والأخ، وأعطت كل واحد منهم سيفا صارما، ثم قالت: أيكم أن يصل إلى رسول الله مشرك طالما فيكم عين حية. ابنها وزوجها وأخوها، اوعوا يصل مشرك إلى رسول الله. خرجوا مع النبي، جاء إليها الخبر أن النبي قتل، خرجت من بيتها مهرولة إلى ساحة القتال. شوف الحب ازاي، أخذت تهرول. استقبلها صحابي في الطريق، قال لها: عظم الله أجرك في الزوج. ماذا قالت؟ قالت له: كيف حال المصطفى؟ وأخذت تهرول. استقبلها صحابي ثاني: عظم الله أجرك في الزوج والابن والأخ. بالله وحده لو في الزمن ده كان ماذا فعل؟ لكن شوفوا الصحابية كاملة الإيمان، قالت له: كيف حال المصطفى؟ لا هم لها الزوج ولا الابن ولا الأخ إلا حضرة النبي. وصلت أرض المعركة، انهمرت الدموع من مقلتي رسول الله. عزاها الحبيب المصطفى في الزوج والابن والأخ. ماذا قالت؟ قالت: كل مصيبة بعدك فهي هينة يا رسول الله. إذن هؤلاء هم الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طيب إيه رأيك في سيدنا عمر وهو الذي فرق بين الحق والباطل؟ استوقفه الحبيب المصطفى ثم نظر في وجهه، قال: لبيك يا رسول الله. قال له: يا عمر، أتحبني أكثر من ولدك؟ يعني أنا ولا أولادك يا عمر؟ قال: بل أنت يا رسول الله. قال: طيب أنا ولا فلوسك يا عمر؟ قال: بل أنت يا رسول الله. قال له: طيب أنا ولا نفسك أنت؟ قال له: لا، نفسي عزيزة شوية علي. غاب سيدنا عمر ثم عاد، ثم وقف بين يدي الحبيب قائلا: والذي بعثك بالحق نبيا أنت أحب إلي من مالي وولدي ونفسي يا رسول الله. ماذا قال له الحبيب المصطفى؟ قال له: الآن اكتمل إيمانك يا عمر. يبقى اللي بيحب حضرة النبي يهون عليه أي شيء في الوجود. ليه؟ لأن محبة حضرة النبي لابد وحتما أن تكون أكثر من المال والولد والنفس. ده حضرة النبي خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي أخرجنا من الظلمات والنور. حضرة النبي الذي سيشفع لنا يوم العرض على الله. ألا يستحق أن نستكثر من الصلاة عليه؟ طيب كم مرة النهاردة صلينا على سيدنا النبي؟ كم مرة صلينا على حضرة النبي النهاردة؟ والله من استكثر من الصلاة على رسول الله فرج الله كربه.
وأزال همه. وإذا أردت أي شيء في الدنيا والآخرة استكثر من الصلاة على سيدنا النبي. تعال نشوف الإمام مالك ابن دينار، وهو صاحب المذهب المعروف. الإمام مالك لا يملك في بيته إلا 7 دراهم أو 7 دنانير، وكانت امراته شديدة قوي. زوجة الإمام مالك كانت شديدة قوي، ضاق الحال. قالت يا مالك خذ الدراهم واتني بثمنها دقيقة، ما فيش غير 7 في البيت. أخذ الإمام مالك 7 دراهم وخرج من أجل أن يحضر الدقيق، ولكنه وجد فتاة تبكي على قارعة الطريق. قال لها الإمام لما البكاء؟ انت بتبكي ليه؟ قالت إن أهلي أرسلوني ب7 دراهم ولكنني وقعت مني وأخشى أن أعود إليهم. 7 وقعت مني وأنا خايفة مروح، هيضربوني في البيت. سابها ومشى؟ أبدا، ده متوكل وليس متواكل. راح اداها 7 دراهم اللي رايح يجيب بها رايح يجيب بها دقيق. ودخل المسجد وأخذ يصلي على رسول الله. ماذا كان يقول؟ اللهم صل على محمد بقدر حبك فيه، أن ترفع عني ما أنا فيه. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. أخذ يصلي بهذه الصيغة. أذن مؤذن العصر، صلى العصر، خرج من المسجد وهو صفر اليدين، مر على نجار صاحب اللحم. نجار يعمل دكة، يعمل كنبة، يعمل كراسي. النجار قال يا مالك، قال له نعم وهو مهموم. قال له هات الشوال الفاضي ده. جاب له الشوال الفاضي، قال له أملاه من النشارة دي، يمكن مراتك تحتاجها في البيت. وعبى الإمام مالك الشوال نشارة خشب، وخذ النشارة ووضعها أمام البيت وطرق الباب وعاد مسرعا خايف. ودى نشارة البيت ورجع تاني المسجد وأخذ يصلي على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه، أن ترفع عني ما أنا فيه. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. قعد يا عم الشيخ لحد ما صلى العشاء. خلاص صلى العشاء، هروح وين تاني عاد؟ توجه إلى بيته، نظر إلى البيت وجد دخانا يخرج من البيت، دخانة بتخرج من البيت. طرق الباب، فتحت الزوجة، قال لها مر الدخانة دي بتاعتي. قالت لي يا راجل احنا مش النهارده خبزين. قال لها من أين أتيت بالدقيق؟ قالت له الدقيق اللي انت جبته عند الباب ده. قال لها ايه؟ قالت له الدقيق اللي انت جبته عند الباب وسندته. بالله عليك يا مالك أن تأتي لنا بمثل هذا الدقيق فإنه دقيق فاخر. دخل الحجرة وأخذ يبكي في حجرته، ثم أخذته سنة من النوم فجاءه الحبيب المصطفى في المنام. قال له يا مالك
أتعجب أن يجعل الله من نشارة الخشب دقيقا؟ أنت بتتعجب. أنت استعنت بالله واستكثرت من الصلاة علي، فأنا غياث من صلى علي. عملية كبيرة قوي. لكن احنا اللي بنستهين، احنا اللي في غفلة. استهنا بكثرة الصلاة على سيدنا النبي. يقول له صل على النبي، يقول لك 100. يا عم صل على حضرة النبي، يقول لك 1000. ليس لديه المقدرة أن يستكثر من الصلاة على سيدنا النبي. وهو أنا ولا أنت ولا أحسن واحد في العالم كله يقدر يصلي على حضرة النبي؟ والله ما في حد في الدنيا يقدر يصلي على سيدنا النبي. في حد بيقول أنا أصلي على رسول الله؟ من أنت؟ ده احنا بنطلب من الله إن هو الذي يصلي على نبيه ومصطفاه. بنقول اللهم، يعني يمين يا الله صل على محمد. بنقول ايه تاني؟ صلى الله، مش انا ولا انت، الله سبحانه وتعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله بيصلي عليه والملائكة بتصلي. وهنا أمر من الله إلى العباد أن يصلوا على رسول الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما قالش يا أيها الناس، ولكن خاطب من؟ خاطب المؤمن، لأن هناك فرق بين المؤمن والمسلم. المسلم يصلي ويصوم، ولكنه يفعل الموبقات ما ظهر منها وما بطن. يصلي ويفعل موبقات، ده المسلم. ولكن المؤمن هو الذي لا يغفل عن ذكر الله وعن الصلاة على رسول الله. فندعو الله أن يجعلنا من عباده المؤمنين. ندعو الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمر سيدنا النبي، ولكن بجنب الصلاة على سيدنا النبي ونحن في استقبال شهر رمضان. كلنا ذنوب وكلنا معاصي وكلنا في أشد الاحتياج أن نتوب إلى الله عشان ندخل رمضان بقلب نظيف. طيب، أخبارك مع أمك وأبوك إيه؟ أخبارك مع أختك وأخوك إيه؟ أخبارك مع جيرانك إيه؟ أخبارك مع الناس إيه؟ اللي عاوز يقتدي بالنبي يتبع النبي، يتبع النبي في أقواله، يتبع النبي في أفعاله، يتبع النبي في معاملاته. كيف كانت معاملة حضرة النبي؟ كان النبي يؤذي جيرانه؟ كان النبي يضرب زوجاته؟ كان النبي يؤذي الناس؟ أبدا. سيدنا سعد بن هشام لما توجه إلى السيدة عائشة زوج المصطفى راح ليه؟ يسألها عن أخلاق النبي في البيت. تعال شوف بيوت المسلمين الآن، انظر إلى بيوت المسلمين الآن، انظر إلى الراعي ماذا يفعل مع رعيته. فتحنا البيوت القيل والقال، فتحنا البيوت للغيبة والنميمة، فتحنا البيوت لإشعال نار العداوة والبغضاء بين الناس، فتحنا البيوت للطبل والزمر والغناء. هذا هو حال المسلم الآن. ماذا سنقول للمولى يوم العرض عليه؟ راح سيدنا سعد يسأل السيدة عائشة عن أخلاق النبي في البيت. بيعمل ايه النبي في البيت؟ بيقلب الطبلية
أبوك وأمك، واوعى تروح بيت أبوك ولا أخوك وعامل في البيت سيد. لا، الإسلام غير ما نراه. ماذا قالت السيدة عائشة؟ قالت: يا سعد أما تقرأ القرآن؟ قلت لها: بلى، أي نعم أقرأ القرآن. قالت: خلق المصطفى القرآن. يعمل ايه؟ كان يداعبنا ونداعبه. انت عمل كده مع مراتك في البيت؟ ها؟ كان يداعبنا ونداعبه ويلاعبنا ونلاعبه، فإذا حان وقت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. ده حضرة النبي في البيت، صاحب الخلق. وإنك لعلى خلق ايه؟ عظيم يا جدع. وإنك لعلى خلق عظيم. ده حضرة النبي الذي رباه وتولى أموره، رافع السماء بلا عمد. طيب في الشارع كان متكبر على خلق الله؟ كان متجبر على خلق الله؟ أبدا. والله كان غياث المستغيثين. سيدنا النبي ده غياث المستغيثين. الإمام الغزالي رحمة الله عليه، وهو صاحب المذهب المعروف، الإمام الغزالي ده كان عالم كبير من علماء المسلمين. دخله الغرور ذات يوم، دخله الغرور. الإمام أحمد ابن حامد دخله الغرور بعدما فرغ من الصلاة، ولى على المصلين كده وقال ايه؟ قال: اي واحد معاه سؤال انا حنجاوبه دلوقتي. ما له يا امام؟ قال: انا بقول اي واحد معاه سؤال انا حجاوبه دلوقتي. وقف رجل اخر الصفوف قال له: طب انا معي سؤال. قال له: قول. قال له: ربنا بيقول في القرآن: كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن. ماذا يفعل ربك الآن؟ وقف الإمام قال له: ده قرآن، ماذا يفعل ربك الآن؟ قال له: بقول لك ايه؟ قال له: قال له: حرد عليك الجمعة الجاية معلش. قال له: يا إمام أنت بتقول أي سؤال أنا هجاوب عليه، جاوبني. قال له: لا، خليها الجمعة الجاية. ذهب الإمام إلى بيته وأخذ يبحث في الكتب والمجلدات من أجل أن يجد ردا للسؤال، فلم يجد. ما لقيش خالص يا عم الشيخ. دخلت عليه الجمعة وما لقيش. طيب انا هروح اقول للرجل ده ايه؟ بتصلي وراه الوف مؤلفه من البشر، انا هقول له ايه؟ نام يوم الخميس ليله الجمعه وراح جاله سيدنا النبي في المنام. قال له: ايه؟ اعجزت عن رد السؤال؟ جاوب. قال له: طيب قل له صاحب السؤال: لله أمور يبديها ولا يبتديها. يلا يا عم أهل إجابة. وراح الصبح عمك الشيخ ألقى خطبة الجمعة ونظر إلى المصلين. وقف الرجل من الآخر كده قال له: يا مولانا رد السؤال إزاي؟ جاوبني. قال له: أيوة. قال له: إزاي؟ قال: لله أمور يبديها ولا يبتديها. الرجل قال له: إيه؟ قال له: يا أخي صلي على من علمك الإجابة. صلي على من علمك الإجابة.
قال له بالله عليك من أنت؟ قال له أنا الخضر. صليت بينا على رسول الله. فالموضوع كبير، أكبر مما نتوقع وأكبر مما نتخيل، والحديث في حضرة النبي طويل، وهناك لفيف من السادة الأفاضل العلماء. ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذه الليلة، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء واشف عنا من كل داء. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وكل عام وحضراتكم بخير.